اعلم وفقك الله أن فتوى الإنكار العلني ليست هي سبب الخلاف، بدليل أنهم كانوا يثنون على فتوى الإنكار العلني للشيخ، ابتداء من كبيرهم، كبير صعافقة الجزائر ومتولي كبر هذه الفرية، إلى آخر واحد فيهم، كلهم كانوا يثنون عليها. فقد حدثني كبيرهم مباشرة دون واسطة أن فتوى الشيخ سليمة لا غبار عليها، والملبس غرد بها، وله صوتية يقول أن الشيخ لم يأتي بشيء جديد وقد سبقه غيره من العلماء، والقضية راجح ومرجوح. وكذلك بقية حسابات أتباعهم نشروا فتوى الشيخ وذبوا عنها في حينها، وردوا افتراءات الصعافقة الأوائل حول فتوى الشيخ. ولما سطر الشيخ شهادته للتاريخ ونصيحته وبين انحرافات القوم المنهجية والعلمية والسلوكية والأخلاقية، ودعاهم إلى التوبة وإصلاح ما أفسدوه وتصحيح مسارهم الدعوي، قام كبيرهم ففكر وقرر أن يلصق هذه التهم بالشيخ حتى يصرف وجوه الناس عن سبب الخلاف، وحتى يوقع بين الشيخ وبين علماء الحجاز، وحتى يوقع بين الشيخ وبين ولاة الأمور وفقهم الله، انتصارا لنفسه الأمارة بالسوء. فأمر أتباعه أن يتوبوا، فكان أول من استجاب لأوامره الملبس، فتاب عن إنكاره العلني على المنبر من بيع الخمور، وتتابعت بقية الحسابات في التوبة من نشر فتوى الشيخ والذب عنها. أما هو طبعا هو لا يستطيع أن يتوب في هذه القضية، وإلا لا ذهبت وتزعزعت مكانته عند أتباعه. ففكر وقرر ثم نطق وقال أن الشريط المنتشر عني في الإنكار العلني وجواز الإنكار العلني باللسان دون اليد، قال أن هذا الشريط أو صوتية مبتورة، ولم يقم دليلا على أن هذه الصوتية مبتورة. وبلغ به الأمر أيضا إلى الكذب على الشيخ مقبل رحمه الله، فزعم أن الشيخ مقبل تراجع عن الفتوى. وأين تراجع الشيخ مقبل؟ عندنا يقين أن الشيخ كان ينكر علنا ولا يجيز الخروج، فهذا اليقين لا يزول فقط بمجرد افتراءاته، بل لابد من يقين جديد يزيل اليقين الأول. فأين تراجع الشيخ؟ خاصة وأن أشرطة الشيخ قد بلغت الآفاق، وكل شخص يعلم أن الرجوع عن الخطأ يكون من جنس الخطأ، السر بالسر والعلن بالعلن. فكيف يقال أن الشيخ مقبل في أشرطته التي بلغت الآفاق ينكر، وفي رجوعه تراجع في مجلس خاص؟ هذا كاذب على الشيخ مقبل وطعن فيه أيضا. الشيخ معروف بشجاعته وصدعه بالحق، وأنه لا تأخذ في الله لومة لائم. ثم يقال هل الشيخ مقبل يوم أن كان يقول بالإنكار العلني أكان سروريا؟ الشيخ العباد الذي سطرت يمينه 6 مقالات في الإنكار على ولاة الأمور أكان سروريا؟ الشيخ اللحيدان رحمه الله لما أنكر على الهواء مباشرة حين سئل أن الملك عبد الله رحمه الله استشارهم في ضم المرأة إلى مجلس الشورى، فقال ما استشارنا وما كان ينبغي عليه أن يقول استشرت هيئة كبار العلماء. أكان سروريا؟ الشيخ الفوزان الذي أنكر توسعة المسعى أكان سروريا؟ فالمقصود أن الإنكار العلني ليس هو سبب الخلاف، وإنما هذه فرية افتراها وفكرة اخترعها متولي كبر هذه الفرية ليصرف
السلفيين عن سبب الخلاف. هذا جوابا على ما تفضلت به، والله